تعالوا نحضر مع بعض اقوى معجون وملمع للالومنيوم والاستانلس، حرفيا هيرجعها بتبرق مهما كان فيها حروق متسخه معاكي، فيها بقع كده ومش بتلاضي كده وبتنور معاكي، هرجعها بتنور. وصفه حلوه جدا. تابعي الفيديو للنهايه، ولو انت اول مره تشوفيني انا عزه بسيوني. اتمنى تنزلي حالا في التعليقات وتصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام الكريمة. تعالوا بقى نشوف وصفتنا عبارة عن ايه. طبعا فاكرين الفيديو اللي عملته معاكم من بواقي الصابون؟ تكملة الفيديو النهاردة. هم كانوا 3 وصفات. اي بواقي صابون عندك، صابون بريحة، صابون مواعين اللي بنعمله من الزيت المستعمل، اي بواقي عندك مهما كانت. ما عندكيش بواقي تقدري تستبدليها ببشر صابونة. وصفة النهاردة تقدري تبشري ربع صابونة كمان، يعني عايزة معلقتين من بشر الصابون ايا كان نوعيته زي ما بقولك. طبعا هنا انا بدات اطريه علشان خاطر كان صعب ابشره. حضرتك لو الصابونه كامله تقدري تبشريها. انا نقعته كده وسبته لغايه ما بدا الصابون يطري شويه. فيكي تاخديه على النار مباشره، بس انا ما كنتش عايزه احطه على النار في الوصفه دي، علشان كده عملت الحركه دي، التركه دي، ان انا حطيته في ميه مغليه، علشان كنت عايزه اخد الصابون زي ما هو من غير ما اخفه بالميه. انا عايزاه بس مجرد الطره بشويه ميه كده، والصابونه بدات تطرى معايا عشان ما تكسرش معايا الخلاط. سبته زي ما انتم شايفين كده، وده كان مقدار الميه اللي انا حطيته على كميه الصابون دي كلها، كان ما يقارب كوبايه كبيره من الميه. بصوا الصابون بدأ يطري معايا، وده المقصود ان انا اطريه عشان ما اضرش الخلاط بتاعي، لان الوصفه النهارده هتتحضر في الخلاط. كل اللي هاخده منه هاخد معلقه واحده بس، معلقه بس، معلقه هرميه كده مليانه. زي ما قلت لك تقدري تستبدليها بمعلقتين من بشر الصابون، اي نوعيه صابون. وطبعا دي بقيه الوصفات حضرتها باللي انتوا شايفينه ده. خدت المعلقه واجيب بقى المكون السحري في تلميع الالومنيوم، وهو البذور بتاعه الكركديه. حضرتك هتضربي الكركديه في الخلاط او هتنقعيه، ما تسلقهوش، قصدي معلش ما تغلوهوش، وتاخديه البذور بتاعته مش هيطلع الفايده اللي فيه. انا عايزه البذور يكون فيها لسه اثر. فحضرتك يا هتنقعيه وتاخدي البذور بتاعته، يا اما هتبتدي تضربيه في الخلاط وتاخدي البذور بتاعته تركنيها على جنب. في كلا الاحوال انا عايزه البذور من غير ما تتغلي. وهاخد المعلقه اللي هي ما تقارب معلقتين من بشر الصابون، وزي ما انت شايفه كده مش متخفف باي ميه خالص. انا مش هحط في الوصفه ميه. هبتدي احرك الخلاط معايا بنص كوبايه لغايه كوبايه من سائل الاطباق او صابون المواعين، ايا كانت الماركه اللي عندك ايه، كله شغال تمام. وهي دي اللي انا حطيته كميه، دي اللي هتشغل معايا الخلاط. ما تحطيش ميه في الوصفه خالص. وهحط معلقه من الزهره البيضاء والبديل بتاعها الكربوناتو، ومعلقه ملح، ومعلقه سكر. ال3 معالق كبيره زي ما انت شايفه كده معايا. ما تحطيش في الوصفه ملح ليمون عشان يحصل فوران، وانا مش محتاجه الفوران ده في اي حاجه. تمام. هتضربيهم في الخلاط زي ما انت شايفه كده لغايه ما ينعموا جدا. انا عايزه الوصفه تبقى ناعمه زي الحرير، ما تسيبليش فيها اي اثر خالص. بعد ما تضربيها ضرب مبرح كده، هاخدها معايا واحطها في علبه. عايزه اقول لك ان الوصفه دي كل ما بتتركن كل ما بتتقل، بس ليها تقلان معين، هتبقى جل مش هتتقلب معاكي لصابون. وبقت الوصفه معاكي زي ما انت شايفه كده، الكركديه بدا يتفاعل مع المواد ولونه بيغير كده، تحسي زي ما يكون مدي على فحم شويه. ودوت عايزه اقول لك منظف اكتر من روعه في تلميع الالومنيوم. البوتاجاز بقى، لو عندك بوتاجازك ستانلس او الومنيوم، او معاكي الومنيوم محتاجه تلمعيها، بصي هي كان مطوصه جدا فكانت محتاجه تتلمع. وهنا حطيت حته سلكه ناعمه في حته سفنجه كده، وبدات اشتغل. رغوتها ممتازه ممتازه، وكمان بتلمع بدون اي مجهود. انا هنا مسرعه، مع اني انا ما بقدرش ادعك الدعك الجامد ده. فمجرد بس بحرك ايدي بلف شمال ويمين كده، الالومنيوم والستانلس بيرجع زي الكريستال، بيبرق. جربيه معاكي في الستانلس وفي الالومنيوم وفي البوتاجاز وفي الحوض الستانلس وشوفي النتيجه. لو انت بقى غاسله البوتاجاز بتاعك ولونه مش عاجبك كده ومحتاجه تلمعيه تاني، تقدري تمشي عليه بالخلطه دي وزي السحر. تحفه تحفه تحفه. هستنى منك رأيك بعد ما تجربيها، وهشطفهم هنا وهتشوفي اللمعان الروعة اللي مهما اقولك. لو انت بقى ما شاء الله ايدك كده تقدري تدعكي، هترجعيهم احسن ما انا مرجعاهم كده بالظبط. من احسن المعجون اللي ممكن تقدري تحضريه لتلميع الالومنيوم والستانلس. سهل جدا. لما هيقعد معاكي هيتقل هيتقل، هيبقى جيلي. الاول كان سايل خالص ميه، هيبتدي يقلب معاكي كجل كده، مش هيتقل ويبقى صابون.
تمام، عشان نبقى واضحه وصراحه مع بعض. وهنا الوصفة بتاعة البرسيل جيل، الناس اللي طلبت مني برسيل جيل اقتصادي عملته بنفس المكونات، بنفس بواقي الصابون. تقدري ترجعي له، نزلته قبل كده، لسه منزله الاسبوع اللي فات. تقدري ترجعي له، وصفة روعة 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 ممتازة. هتقدري تجربيها، بتنظف وبتعطر وبتخلي الغسيل زي الفل، بمكونات حرفيا كنت هترميها. ودوت الوصفة اللي جاية ان شاء الله، دوت منظف للحمامات معاكي. هترجع معاكي قعدة التويليت تحفة جديدة حرفيا. وصفة بسيطة جدا، انتظروها ان شاء الله الوصفة الجاية. هحاول ادعولي اقدر امنتجها واخلصها. وصفة النهاردة خلصت، استنى رأيك وتعليقك الجميل واللايك القمر منك اللي بيرفع الفيديو، واعملي شير كتير للوصفة عشان توصل لأكبر عدد من الناس. ودمتم في رعاية الله.